السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مشاهدينا الأفاضل، وكل عام وأنتم بألف خير بمناسبة عيد الفطر المبارك. عناوين النشرة: تحسين كفاءة التعليم محور ندوة لفرع وزارة التعليم في الإقليم الجنوبي. الزراعة في إقليم القاش بركة تساهم في تحسين معيشة السكان. دعوة لرفع الوعي باستخدام المضادات الحيوية في مديرية تسني. عقدت وزارة التعليم بمدينة دكم حارة ندوة نقاشية خلال الفترة من 16 إلى 18 من مارس الجاري، ركزت على تحسين كفاءة التعليم خاصة في مجالات تقييم الطلاب وآليات انتقالهم بين المراحل الدراسية، إضافة إلى دعم الطلاب المتعثرين. وفي كلمة لها خلال الندوة، أكدت وزيرة التعليم الدكتورة حليمة محمد أن ضمان كفاءة التعليم يمثل أولوية قصوى، مشيرة إلى استمرار الجهود لتطوير أساليب التدريس ونظم التقييم من خلال إدخال مناهج وآليات حديثة. وأوضحت أن هنالك خطة لتجربة نظام جديد يركز على معايير تقييم الطلاب وآليات نجاحهم أو رسوبهم على أن يتم مناقشته بشكل موسع قبل تطبيقه. وأوضحت أن نظام التقييم المقترح سيركز على قياس معارف الطلاب ومهاراتهم والنتائج التي يحققونها، إلى جانب تنظيم عملية انتقالهم بين المراحل الدراسية. ومن المتوقع أن تقوم الجهات المختصة بجمع آراء الخبراء والجهات المعنية قبل اعتماد الصيغة النهائية للنظام. كما تناولت الندوة سبل تقييم طلاب الصف من الثالث إلى الخامس بشكل فردي بهدف تحديد نقاط الضعف لديهم وتقديم الدعم اللازم، إضافة إلى تعزيز مهارات الطلاب المرحلة الابتدائية في القراءة والكتابة والحساب. وقدم المشاركون في الندوة عددا من الملاحظات والمقترحات المهمة بعد مناقشة تفصيلية حول المحاور المطروحة. وفي ختام الفعالية، دعت الوزيرة لتعزيز الفهم المشترك والعمل الجماعي لضمان التطبيق الفاعل للسياسات التعليمية الجديدة. أفادت تقارير أن المشاريع الزراعية في شمال غرب إقليم القاش بركة، والتي تشرف عليها مؤسسة القلال والمواشي، تلعب دورا مهما في تحسين مستوى معيشة السكان. وأوضح مدير هذه المشاريع سيد جبرال أرينيوس في تصريح لوكالة الأنباء الإرترية إيرانا أن الأنشطة الزراعية في مناطق موغوراي بأفيمبول كركبة وملوبر تشمل إنتاج الخضروات والفواكه، إضافة إلى المحاصيل الزيتية والحبوب، إلى جانب تربية الثروة الحيوانية. وأشار إلى أن هذه المشاريع وفرت فرص عمل للسكان ومكنتهم من اكتساب خبرات عملية، مما ساعدهم على تحقيق استقرار نسبي في حياتهم. وأضاف أن توفير فرص عمل مستمرة في مدار العام خاصة في كركبة وفيمبول ساهم في تعريف السكان بأساليب الزراعة الحديثة القائمة على الري، ومكنهم من تطوير مهاراتهم المهنية. من جانبه، أكد القائم بأعمال إدارة مديرية كركبة السيد قبرمة كيداني أن المشروع الزراعي في المنطقة لا يقتصر دوره على تطوير القطاع الزراعي فحسب، بل أسهم أيضا في خلق فرص عمل وتحسين مصادر دخل السكان، مما انعكس إيجابا على مختلف جوانب الحياة في المنطقة. وأشار عدد من السكان إلى أن هذه المشاريع ساعدت في تغيير نمط معيشتهم، خاصة بالنسبة للنساء ألا يكن يقتصرن سابقا على الأعمال المنزلية، حيث أتيحت لهم فرص الانخراط في العمل الزراعي واكتساب خبرات جديدة. أكد خبراء الصحة بمديرية تسني أهمية تعزيز وعي المجتمع بالاستخدام الصحيح للمضادات الحيوية للحد من المخاطر الصحية المرتبطة بسوء استخدامها. وأوضح الصيدلي في مستشفى تسني فيليمون مولجيت أن تناول الأدوية الموصوفة من قبل المختصين بجرعات محددة وفي الوقت المناسب يساهم بشكل كبير في علاج الأمراض، محذرا من أن الاستخدام غير السليم قد يؤدي إلى عواقب صحية خطيرة. وأشار إلى أن المضادات الحيوية التي تشمل الأدوية المضادة للبكتيريا والفيروسات والفطريات والطفيليات تتطلب مستوى عالي من الحذر في استخدامها مقارنة بغيرها من الأدوية. كما أشار إلى أن ضعف النظافة الشخصية والبيئية والتداوي الذاتي والعلاقات
غير الآمنة وعدم الانتظام في التطعيم واستخدام أدوية مجهولة المصدر وعدم الالتزام بإكمال الجرعات العلاجية كلها عوامل تضعف فعالية المضادات الحيوية. ودعا المختصون المجتمع إلى الالتزام بالإرشادات الطبية وعدم استخدام الأدوية التي لا يوصفها طبيب، مشددين على ضرورة عدم صرف الأدوية في الصيدليات الخاصة دون وصفة معتمدة. يسعى مربو النحل في مديرية عتيق كليزان إلى تحسين كمية وجودة إنتاجهم من منتجات النحل مدعومين بالتدريب وتوفير المواد اللازمة. وأوضح مربو النحل وكالة الأنباء الإرترية إيران أن المديرية تتميز بتنوع بيولوجي وموارد طبيعية تجعلها مناسبة لتربية النحل، مشيرين إلى صعوبة صيانة الخلايا التقليدية المغطاة مقارنة بخلايا السقف والخلايا الحديثة التي تساعد الصيانة. من جهته أفاد الشاب نقسم محاري أخصائي تربية النحل بمكتب الزراعة في مديرية علا برعيد بأن أنشطة مكثفة نفذت العام الماضي للتعريف المزارعين بمزايا خلايا النحل مقارنة بالخلايا التقليدية والحديثة. وأكد الدكتور الطخلة مريم هايلي ميكيل مسؤول قسم الثروة الحيوانية في فرع الزراعة بإقليم عسبة أن إلى تحسين سبل عيش المزارعين من خلال بناء خلايا النحل باستخدام الموارد المحلية. أحيا المواطنون في أستراليا والنرويج وأوكلاند 8 مارس اليوم العالمي للمرأة بزخم كبير. واحتفل مواطنون وأوكلاند المناسبة تحت شعار قيمنا هي هويتنا، حيث نظمت فعاليات واسعة بمشاركة الجاليات الإريترية. في أستراليا أقيمت فعاليات في مدن ملبورن، إيرلاند، بريزبان، سيدني وبيرث، حيث أكدت رئيسات فروع الاتحاد الوطني للمرأة الإريترية في كلماتهن على أهمية هذه المناسبة وتأثيرها على الأجيال القادمة، مشددات على الاستعداد للإجابة على التحديات من خلال تعزيز الوعي والعمل المشترك. وخلال الفعالية التي أقيمت في ملبورن، ألقى رئيس الجالية في ولاية فيكتوريا سيد كيداني قنبت وسكرتير الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة السيد هابتون جوفاني كلمات تضامنية في المناسبة. من جانبها أكد القنصل العام لإريتريا في أستراليا سيد إندرياس أبراهام على الدور الحاسم والمساهمات الكبيرة للمرأة الإريترية في مختلف المجالات، مشيرا إلى أن الحفاظ على المكاسب المحققة والعمل من أجل إنتاج أفضل هو جوهر رسالة 8 مارس. وفي النرويج شهدت مدن أوسلو، ستوفبورغ وترونهيم وكريستلاند وبارما وترموس برغن وانفيست وفالدسمور ويوفيك وشين ويسيم وهامر فعاليات مماثلة ركزت على دور المرأة الإريترية في تحقيق الاستقلال وتعزيز السيادة، إضافة إلى إبراز مساهماتها المتزايدة في برامج التنمية. وفي سياق متصل أقيم في 14 مارس احتفال في المركز الثقافي والمدني للإريتريين في أوكلاند بالولايات المتحدة بتنظيم مشترك بين فرع الاتحاد الوطني للمرأة الإريترية والجالية. وشهدت الفعالية حضور ضيوف شرف أمريكيين وتضمنت فقرات ثقافية وفنية متنوعة بحسب المعلومات الواردة. ألقيت محاضرة حول الحد من الممارسات الضارة لرجال الدين في مديريات كركبة وهيكوتا ومنصورة بإقليم القاشبركة. مدراء إدارات الضواحي. من جانبهم صرح مسؤولون في مكاتب أنه لا يمكن محتاجين ينفذ بجدية على مستوى الإدارات المحلية والقرى. وأكد المشاركون أن المحاضرات التي ألقاها المختصون كانت هامة جدا، وأنهم سيبذلون قصارى جهدهم لإحداث أثر إيجابي.
بدوره حث القائم بأعمال مسؤول لفرع وزارة العمل والرعاية الاجتماعية في إقليم القاش بارك سيد تصفى المديريات بالتعاون مع الجمعيات الوطنية إعادة التأهيل وتنمية شهد مديرية قونية تنفيذ أنشطة تنموية مكثفة ضمن برامج الحفاظ على المياه والتربة، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى مضاعفة الإنتاج والإنتاجية الزراعية. ويشارك سكان 12 ضاحية في حملات نفير جماعي تهدف التوجيهات الفنية المقدمة من الخبراء الزراعيين، مشددين على سعيهم لتحسين بيئتهم المحلية وزيادة إنتاجهم الزراعي. عناوين النشرة مرة أخرى. تحسين جودة التعليم محور ندوة لفرع وزارة التعليم في الإقليم الجنوبي. الزراعة في إقليم القاش بركة تساهم تحسين معيشة السكان. رفع الوعي حول استخدام الأدوية. وصلنا إلى ختام النشرة التي قدمناها لكم من الفضائية الإريترية، وكل عام وأنتم بخير بمناسبة عيد الفطر المبارك.